حبايب قلبي، طلابنا طلاب البكالوريا في كل مكان من اسكندريه لحد اسوان، اهلا وسهلا بيك يا صديقي، واتمنى تكون شفت الدرس الاول ونزل لك، وصدقني والله العظيم الفيدباك في حته تانية خالص. انا معاك يا مستر، انا معاك ان المنهج منهج جديد، وانا متكعبل وسامع اسماء رنانه بتفرج عليها وبتابعها والدنيا تمام. حبيبي والله صدقني، تيست كده اول واحده معانا، وخش بس اسمع كلامي، وخش حل اي كتاب خارجي، اي كتاب خارجي هو الفصل بيني وبينك. الموضوع مش حفظ معلومات بس، الموضوع حفظ معلومات وتفسير وتحليل. جينا في الدرس الثاني يا صديقي علشان نتكلم على مصادر دراسة الحضارات. بص بقى يا قلبي، هنا يا صديقي بيقول لك يعني ايه مصادر دراسة الحضارات؟ ايه رأيك قبل ما ناخدها اصلا ونعرف هي ايه، نفهم يعني ايه المصدر؟ انا ممكن اطلع دلوقتي وحد يطلع تاني، والحادثة دي حصلت سنة 2011، والله العظيم 2011 انا فاكر الحادثة دي. طلعت احدى المجلات بتقول ان اللي بنوا الاهرامات هم العبيد اليهود. ما نفهمش بقى، اليهود بينسبوا الهرم لنفسهم. قلنا لهم ايه المصادر بتاعتكم؟ محدش قال. احنا قلنا المصريين هم اللي بنوه، والمهندسين والعمال والمشرفين والملوك، والصرف كان من المصريين، لان ده كان بدافع ديني. وقدمنا المصادر، فاحنا اللي قضينا على الاشاعه دي بالمصادر. ايه بقى المصادر دي؟ يعني مثلا انا راجل دلوقتي يا قلبي هبقى مثلا بنيت الهرم، فانا اللي بنيت الهرم كتبت على جدران الهرم، وكتبت ان الهرم ده تم بناؤه في مده قد كذا، وتم بناؤه هداء للملك كذا، او عشان الملك كذا، او لاستخدامه لكذا. شفت الكتابه المكتوبه على الهرم؟ ده مصدر اولي. يعني ايه مصدر اولي؟ قال لك اول نوع من المصادر بنخبط فيها يا قلبي المصادر الاوليه. يعني المصدر الاولي يعني المصدر اللي عمل الحاجه هو اللي اعطاني المعلومات. بمعنى انا لو لقيت قطعه آثار تمثال مكتوب في ظهره هذا تمثال الملك كذا كذا بمناسبة كذا، الكتابة دي عمرها من عمر الأثر، يعني اللي صنع التمثال هو اللي بعت لي الكتابة، يبقى ده مصدر أولي. أمال إيه المصدر الثانوي؟ قال لك المصدر الثانوي بتبقى المراجع اللي هي المصادر الثانوية. يعني إيه يا مستر؟ يعني مثلا أنا راجل شفت صورة التمثال في الكتاب، ولقيت فيه واحد كاتب رأيه عن هذا الأثر، رأي الشخص ده مصدر ثانوي. يبقى تاني يا شباب، المصادر نوعين. نقول تاني يا شباب، ايه مصادر دراسة الحضارات؟ اقول له المصادر تنقسم الى نوعين، مصادر اولية ومراجع، يعني مصادر ثانوية. طب قول لي يلا مستر تعرفهم عشان اعرف افرق ما بينهم. بص يا قلبي بقى، هنا الراجل جه وقال لك تعالى لي، ايه المصادر الاولية؟ ليها تعريف: كل ما كتب او نقش ينتمي لزمن وقوع الحدث. الحاجة يا قلبي اللي اتكتبت او اتناقشت وقت ما الحدث حدث. بمعنى الناس اللي بنت الاهرامات هي اللي كتبت على جدرانها، انما انا هاجي دلوقتي اجيب كتاب بيتكلم عن الحضاره المصريه، فالكتاب ده اللي كتبه مثلا دكتور احمد امين سليم، او مثلا دكتور كذا او دكتور كذا. الدكتور ده لسه عايش معايا ولسه عايش معاك، احنا عايشين مع بعض يا ابطال. هل الراجل ده كان موجود ايام الاهرامات؟ لا، يبقى ده مصدر ثانوي. لان تعريف المصادر الثانويه هي المؤلفات التي كتبت بعد مرور سنوات من وقوع الحدث، بس بشرط بتعتمد في كتابتها على المصادر الاوليه. حلو كده يا مستر محمد، انا ماشي معاك خطوه خطوه. يبقى انا كده عندي كام مصدر لتاكيد المعلومات او ادرس الحضاره واقول انا دارسها بشكل كويس؟ قال لي عندي مصدرين، مصادر اوليه ومصادر ثانويه. الاوليه كل ما كتب او نقش ينتمي لزمن وقوع الحدث. طب الثانويه المؤلفات التي كتبت بعد مرور سنوات عديده من وقوع الحدث وبتعتمد في كتابتها على المصادر اوليه. يعني المصدر الثانوي لازم يعتمد على الاول. طيب مستر، ايه انواع دي وايه انواع دي؟ عايز مصادر اوليه؟ الاثار، النقوش، استوراق، برديات، النقود والمسقوقات، وكتابات المؤرخين القدماء. الاثار بقى هنا هندرسها ونعرفها، والنقوش هندرسها ونعرفها، الاستوراق هتعرفها، والبرديات كل ده هناخدوه حته حته. بس انا عايزك تعرف كانواع بس. طب ايه انواع المصادر الثانويه؟ كتابات الفلاسفه كلها ثانويه. حلو، كتابات فلاسفه ثانويه، كتابات شعراء ثانويه، اساطير ثانويه. ماشي، يبقى انا اقول كتابات الفلاسفه والشعراء والاساطير. طيب هل المصادر دي مهمه؟ بص، هما الاثنين مهمين والاهميه مشتركه. اول اهميه ان كلاهما من انتاج الانسان، الانسان هو اللي انتجهم. ليه؟ نتيجه لتفاعله مع البيئه. سواء الانسان بقى بنى الهرم ولا بنى الاثار ولا بنى المباني ولا صنع النقود ولا عمل استراقه ولا كتب برديات، بيتفاعل مع بيئته. سواء بقى في الفيلسوف ولا الشاعر ولا الاساطير اللي ظهرت بين الناس، تفاعل مع البيئه.
طب هما الاتنين مهمين في توثيق المعلومات وكمان الأحداث التاريخية، وبدونهم يصعب التوصل إلى الحقيقة التاريخية. بمعنى أنا باعتمد، أنا لما أجيب معلومة دايما بقول إيه المصدر. واحد دلوقتي جه قال لي مثلا اللي بنى الهرم ده مش الملك مثلا خوفو، الهرم الأكبر ما كانش الملك خوفو ولا اتبنى للملك خوفو. قلنا امال مين اللي بناه؟ قالوا لي والله اللي بناه مثلا الملك لويس التاسع بتاع فرنسا، جه بناه ومشى. فانا بقول له ايه مصدرك وانا اقول له ايه مصدري. انا اجيب مصادري الحدبيه وهو يجيب مصادره. لو انا مصادري الحدبيه اوليه او ثانويه هتثبت ان دي اشاعه وفرنسا مطلعه اشاعه، وده مش حقيقي. يبقى المصادر بتاكد المعلومه، يبقى مصدر لتاكيد او توثيق المعلومات والاحداث التاريخيه، وبدونهم يصعب التوصل الى الحقائق. قلبي موضوع سهل ما تصعبوش، يلا قول معايا كده. مصادر دراسة الحضارات يعني ايه اللي بيأكد كلامنا عن الحضارات؟ بقول له المصادر دول نوعين، مصادر أولية ومراجع ثانوية. المصادر الأولية كل ما كتب أو نقش ينتمي لزمن وقوع الحدث، مثل الآثار والنقوش، استراقة، برديات والنقود والمسكوكات وهي كتابات القدماء. طب ايه المصادر الثانوية؟ وهي مؤلفات كتبت بعد مرور سنوات من وقوع الحادث وبتعتمد في كتابتها على المصادر الأولية. طب إيه أنواعها؟ كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، وكمان الأساطير. مستر إيه أهمية الاتنين؟ الاتنين الاتنين نتيجة لكفاح الإنسان، إنتاج إنسان عشان كافح. الاتنين مصدر لتوثيق المعلومات والأحداث التاريخية، وبدونهم يصعب التوصل إلى الحقائق. ايه ميزه المصادر الاوليه؟ بص، كل ما هو اولي اكثر دقه. ليه؟ لانه عاصر الاحداث وقت وقوعها. اكيد محدش عارف يحكي لي عن حرب اكتوبر قد الراجل اللي كان في الحرب. ما تجيبليش بقى واحد مولود سنه 2000 عامل كتاب اسمه انتصار مصر في حرب اكتوبر وبيديني رايه. في نفس الوقت لقيت كتاب كان عامله احد المشاركين الابطال في حرب اكتوبر. يبقى انا هصدق مين اكتر؟ الراجل اللي كان جوه الحرب. طب السؤال اللي بعده، المصادر الثانويه ايه ميزتها؟ قال لي متوفره، سهله الحصول عليها، بديله عن المصادر الاوليه المفقوده. حقيقي انا صعب جدا اروح اجيب حته اثار، صعب جدا اجيب برديات، صعب جدا اجيب استراقه، صعب جدا اجيب كتابات او نقود قديمه، لان الكلام ده محطوط في المتاحف وغالي جدا. انما سهل جدا اشتري كتاب بيتكلم عن الاثار اللي انا عايز اشوفها. فبرضه دي متوفره وسهله الحصول عليها وبديله. واديك مثل تاني، انا راجل عايز ادرس الاهرامات، طب عايز ادرسها بمعلومات اصليه. لو انا قاعد في فرنسا فالمفروض اقطع التيكت الى القاهره وانزل الى الجيزه وانزل للهرم واجيب مرشد سياحي واحجز فندق واقول له يلا اشرح لي يا مرشد الهرم. كده انا رحت شفت الهرم بس دفعت فلوس ياما قوي، فلوس سفر وفلوس شركه سياحيه ومرشدين سياحيين وفلوس اقامه وفنادق. طب لو انا قاعد في فرنسا ومش عايز اعمل الرحله الطويله اللي هتكلفني، بشتري كتاب بيتكلم عن الاهرامات، يبقى سهل ورخيص. قلبي خد لي بالك بقى، في حاجتين لازم نخلي بالنا من المصادر الاوليه والثانويه فيها طالما بنحلل سوا يا قلبي. ايه بقى تحليل الحته دي؟ قال لك بص، خد لي بالك من ان المصادر الاوليه بتمتاز بالدقه والموضوعيه وتفتقر للخيال. المصادر الاوليه كلها دقيقه وكلها موضوعيه وبتفتقد للخيال. في اساطير ممكن تكون في نفس الزمن بس دي اساطير ما بيصدقهاش عقل، تروح ثانويه. فلازم تاخد بالك من المصدر الاولي اكثر دقه وموضوعيه ويفتقد للخيال. طب الاولي يتشابه مع الثانوي في ايه؟ انتاج انسان وتوثيق احداث. هما الاثنين جم من عند الانسان، هو اللي عمل الكتاب وهو اللي صنع الاثر. ان الاثنين بياكدوا معلومات تاريخيه. طيب مستر، ما تقول لي المصادر الاوليه اللي هي الاثار. بص بقى يا سيدي، قال لك لو هنتكلم على الاثار فقال لك المصدر الاساسي لدراسه الحضارات. الاثار ده المصدر الاساسي لدراسه الحضارات. طب الاثار ايه هي؟ جميع الاثار الباقيه. ايه الاثار الباقيه القائمه؟ معابد، اهرامات، يا اما المعابد زي معبد الاقصر، معبد الكرنك، يا اما اهرامات الجيزه او اهرامات اللي انا عارفها. يبقى نقول له تاني يا شباب، الاثار المصدر الاساسي لدراسه الحضارات، معابد وكمان الاهرامات. دي اثار مش محتاج ادور عليها يا قلبي، دي اثار قائمه، والنبي خلي بالك من الكلمه دي. اثار انا من على بعد بشوفها. في اثار بقى لازم تدور عليها او يعثر عليها اثناء الحفر. تاني حاجه في الاثار التي يتم العثور عليها اثناء الحفر، ممكن الاقي تماثيل صغيره مدفونه، ممكن الاقي تمائم
السلاسل اللي كانوا بيلبسوها، ممكن الاقي المومياوات نفسها يا شباب. فانا عشان الخص الحته دي هقول له الاثار المصدر الاساسي لدراسه الحضارات، معابد وكمان الاهرامات، تماثيل تمائم ومعاهم المومياوات. عظمه يا قلبي. طب الاثار يا مستر لو هناخده ليها تحليل اخد بالي من ايه؟ اقول لك خد لي بالك هنا بقى ان اهم المصادر الاوليه اللي بتديني معلومات بدون ادنى شك الاثار. وقال لك خد بالك ان الاثار ما زالت لحد النهارده بتمدنا بالمعلومات عن الحضاره المصريه القديمه. كل كشف اثري جديد بنكتشف معلومات جديده عن الفراعنه. يبقى اللي لسه بيديني لحد النهارده معلومات هي الاثار، خلي بالك منها. وقال لك مع كل اكتشاف جديد، يبقى الاثار كده ليها تحليلين. اهم المصادر دراسه الحضارات الاثار، الاثار اهم من اي حاجه عشان كده جت في المرتبه الاولى. بعد كده الاثار لسه بتديني معلومات لحد النهارده. ماشي يا مستر. عندي النقوش بقى. ايه النقوش دي يا مستر؟ قال لك الرسوم والكتابات المدونه على المواد. اي رسمه اي كتابه مدونه على المواد، سواء كانت خشب حجر رخام معادن وصلصال، والمعادن خاصه البرونز. دي بقى بتتحفظ كده والله. نقش يعني كتابات منقوشه. والنقوش دي تبقى نوعين، يا اما نقش غائر يعني محفور في الحيطه، او نقش بارز، وهناخده مثال للاثنين. يلا قول لي يا جميل، ايه هي النقوش؟ بقول له النقوش الرسوم والكتابات مدونة على المواد، خشب حجر رخام معادن وصلصال، خاصة البرونز. ماشي. تنقسم لكام نوع؟ نقوش غائرة يعني محفورة في الحيطة زي حجر اسمه باليرمو، ونقوش بارزة بتطلع لي من الحيطة زي حجر أو صلاية اسمها صلاية الملك نعرمر. طب ما تيجي ناخدهم عشان نقدر نفهمهم. حجر باليرمو قال لي نقش غائر، ولو بصينا على الصورة هنفهم. يا مستر ده في حد حافر جوه الحجر. صلاية نعرمر بارزة. يا مستر دي الرسومات طالعة بره. وخدت بالك هنا النقوش محفورة، هنا النقوش تحس ان هي بارزة، لو مشيت عليها تطلع بارزة. تمام يا مستر. طب قول لي بقى حجر باليرمو مين ده؟ عبارة عن ايه؟ شفت اللوحة اللي احنا شايفينها؟ لوحة كبيرة من الديوريت، حجر كده صلب قوي اسمه الديوريت. يبقى لوحة كبيرة من الديوريت الأسود يبلغ طوله مترين. لقيناه فين ده يا مستر؟ لقيناه في مدينة منف. طب أيوه، استفدت منه في إيه بقى؟ شوف هي بتحتوي على إيه يا قلبي. قال لك الحجر ده بيحتوي على أسماء جميع من حكموا مصر منذ عهد ما قبل الأسرات. تاني، أسماء جميع من حكموا مصر منذ عهد ما قبل الأسرات حتى تلت ملوك الأسرة الخمس. كل اللي حكموا مصر من قبل الأسرات، قبل ما الأسرات تتكون، اللي هي الأسرة الأولى بتاعت الملك مينا، حتى 3.5 تالت ملك للأسرة الخمسة. والنبي خلي بالك منها. طيب يا مستر بتديني ايه بقى؟ بص بقى، بتتكلم عن اي حرب قامت في الفتره دي ما قبل الاسرات لثالث ملك في الاسره الخامسه. بتتكلم عن اي معبد اتبنى في الفتره دي. بتتكلم عن اي تمثال كبير ليه اهميه زي تمثال ابو الهول، لان انا عارف ان هو جه في الاسره او الدوله القديمه للملك خفرع اللي هو من ملوك الاسره الرابعه. طيب مستر تعال نلخصه الاول ونمشي عليه واحده واحده. يلا بينا يا قلبي. قول لي بقى ايه هي النقوش؟ اقول له النقوش الرسوم والكتابات مدونة على المواد، خشب حجر رخام معادن وصلصال، خاصة البرونز. هي نوعين، نقوش غائرة حجر باليرمو، نقوش بارزة تبقى صلاية نعرمر. قول لي حجر باليرمو، انا حافظه كده. حجر باليرمو لوحة كبيرة من الديوريت، والديوريت اسود عريض طوله حوالي مترين، عثر عليه في منف. فيه أسماء الملوك مما قبل الأسرات حتى 3-5. طب هي بتتكون عن بتتكلم عن إيه؟ حروب معابد وتماثيل. شفت الحتة الصغنططة بتاعت النقوش الغريبة دي؟ والله العظيم تحليلها في حتة تانية. بص يا قلبي، كل ده تحليل ليها. بص بقى، اي عمل لاي ملك، وده ما خدناهوش في الدرس، يعني يجي يقول لك مثلا قام الملك سنفرو بعمل كذا كذا، انا عارف من معلوماتي السابقه، او في درس عندنا الدرس الرابع اسمه ملامح من الحضاره المصريه، هناخده الملوك بالاسرات. الملك سنفرو اسره رابعه، يا ترى اقرا عنه منين واجيب معلوماتي منين؟ حجر باليرمو. عشان كده قال لك خلي بالك من ايه بقى؟ قال لك خلي بالك ان دراسه اي ملك او اي اثر او اي حرب ترجع لحجر باليرمو طالما ان كان الملك ده من الأسرة الخامسة وما قبل.
يعني قبل ثالث ملك في الاسره الخمسه. قال لك يمكن الاستفاده من حجر بلمه في النواحي السياسيه. ليه نواحي سياسيه؟ عشان في اسماء الملوك باعمالهم. ممكن نستفيد منه من النواحي العسكريه. ليه نواحي عسكريه؟ عشان مدون عليه احداث الحروب. ممكن نستفيد منه من النواحي المعماريه. ليه معماريه؟ لان في كل اقامه المعابد والتماثيل الضخمه. كمان يشبه حجر بلمه الكتابه المسماريه في فينيقيا. كتابه مسماريه كانت بتضغط وايه، وكتابه تعتبر غائره، وكلاهما نقوش غائره. والنبي خلي بالك من التحليل ده. اي ملك لاي عصر في قبل 3 5 ثالث ملك في الاسره الخمسه، اقول له ندرسه من حجر بلمه. يعني لو قال لك عند دراسه تاريخ الاسرات فاننا نجد ان الملك زوسر قام بعد بعض الاعمال، فاننا نرجع في دراسه ذلك الى حجر بلمه. زوسر اسره ثالثه، يعني قبل ثالث ملك في الاسره الخمسه، يعني قبل الاسره الخمسه اصلا، يبقى على طول يا مستر حجر بلمه. فهمت تحليله قلبي؟ طب تمام، انا كده شفته فهمت تحليله. ممكن بقى تقول لي يا مستر حجر بلمه، حجر بلمه هنا خلصناه. معلش يا شباب، هنا بس هنعدي الحته صنططه. هنا بدل حجر بلمه هتبقى نشطب دي، اصلا دي كده معلومه غلط، هتبقى صلايه نعرمر بين قوسين نقوش. بدل نقوش غائبه هتبقى نقوش بارزه. بص يا قلبي، حقك عليا بس تنسيق او مصمم. عباره عن ايه؟ قال لي لوحه من الشيست الاخضر، وطبعا كلنا عارفين الملك مين؟ نعرمر. ترجع للوصفه الاولى سنه 3200. لقينا فيها ايه؟ لو بصيت على الرسم اوصف من هنا، فكك من الكلام. والله لقيت الملك مينا نعرمر واقف ماسك في ايده سلاح بيضرب الاعداء، ماشي. لقيت بعض مناظر للجنود وبعض المناظر الزخرفيه وبعض المناظر الرمزيه. فقال لك لقينا فيها رسومات بارزه من الخلف ومن الامام، بتظهر صوره للملك نعرمر وهو بيضرب الاعداء، ومناظر للجنود، بعض المناظر الزخرفيه والرمزيه. طبعا طالما الملك مينا يبقى ترجع للاسره الاولى 3200، والنبي خلي بالك منها. طب دي ليها تحليل؟ قال لك قال لك صلايه الملك نعرمر، خد بالك تتشابه صلايه نعرمر مع حجر بلمه، هما الاثنين تناولوا تاريخ الاسره الاولى. اوعى تنسى حجر بلمه اتكلم عن كل الملوك من قبل الاسرات لحد 3 5، يعني جاب سيره الاسره الاولى. وصلايه نعرمر مش بتتكلم غير على الملك نعرمر اللي هو تاريخ الاسره الاولى. يمكن معرفه تاريخ بدايه وجود، اقول له اول حكومه مركزيه، لان الاسره الاولى عملت اول حكومه. يمكن التعرف من خلال دراسة صلاية نعرمر على، أقول له النواحي العسكرية وبعض أنواع الأسلحة، عشان الملك ظاهر وهو ماسك سلاح والجنود ماسكين سلاح. تدل صلاية نعرمر على تمتع الملك مينا بالقوة والشجاعة، ماسك أعدائه وبيضربها. طب أنا لو عايز أحفظ دول ممكن أقولها إزاي؟ أقول له كده والله النقوش. هقول له مع بعض يلا النقوش، الرسوم والكتابات مدونة على المواد، حجر يلا خشب، حجر رخام، معادن وصلصال، خاصة البرونز. والنقوش البارزة والغائرة حجر بلمه، لوحة كبيرة من الديوريت، والديوريت اسود عريض طوله حوالي مترين، عصر عليه في منف، عليه اسماء الملوك من 3 ل5، صلاية نعرمر من الشيست الاخضر، عليها رسومات بارزة من الخلف والامام، من الخلف والامام. ترجع للاسره الاولى 3200 بتصور ملك مينا وبيضرب الاعداء، ومناظر زخرفيه ومناظر رمزيه ومناظر للجنود. والله لو حفظتها كده هتلاقي الدنيا تمام. واسيبك بقى في التحليل يا قلبي، ارجع على الحته دي ومستنيك. حبيب قلبي، بعد ما خدت القصه دي هنخش مع بعض ونشتغل يلا على البرديات. بص بقى بطل الابطال مستر. طب انا رجعت على الاثنين زي ما انت قلت لي، ورجعت على التحليل والتفسير والاستنتاج. اقول لك والله العظيم يا قلبي انت عظمه جدا. يلا بينا نكمل. بص بقى يا حبيبي، الراجل قال لك عندنا البرديات. اول حاجه بص، ده منظر برديه بجد والله، ده كده شكل برديه. طبعا صوره ايه يا جماعه معموله بالبرديه، وكاتب لك برديه ابرس اقدم مخطوطه علميه. سيبها هنجيلها لوقتها، تعالوا نمشي واحده واحده. يعني ايه برديات؟ قال لك ماده وثائقيه مكتوبه على لفائف من الورق مصنوعه من نبات البردي. نقول تاني يا قلبي، ماده وثائقيه مكتوبه على لفائف. يعني ايه لفائف؟ حضرتك لو بصيت على البرديه هتلاقيها بتتلف يا جماعه وبتتربط كده، فعشان كده سموها لفائف. اللفائف دي مصنوعه من ورق، وطبعا ايام زمان ما فيش الورق اللي انا وانت بنستخدمه في المذاكره، بس كان عندنا ورق مصنوع من نبات البردي، وده النبات اللي مصر كانت مشهوره بيه زمان. طيب
انا لو لقيت برديه، البرديه دي هتفيدني في ايه؟ قال لك لا خلي بالك بقى، دي مصدر لكثير من جوانب الحضاره. خد بالك في برديه سياسيه، في برديه اقتصاديه، في برديه اجتماعيه، في برديه علميه، فبالتالي اصبحت مصدر لعديد من جوانب الحضاره. وكانت مصر هي الوحيده لصناعه ورق البردي وتصدره للشعوب، زي برديه ابرس في مجال الطب. أقدم مخطوطة علمية تم العثور عليها في مصر القديمة، بردية اسمها بردية إبرس. مستر، قال لك لبردية إبرس أهمية كبرى، ناقش هذه العبارة. أقول له حيث تعتبر بردية إبرس مالها بقى مستر؟ أقدم مخطوطة علمية محفوظة قدمتها الحضارة المصرية. ماشي، البردية دي لما جينا نفتحها، اللي هي أقدم مخطوطة علمية، لأنها بتتكلم عن إيه؟ قال لك بص، هي في الطب، يعني هي كلها طب، وأنا هفهمك واحدة واحدة وإحنا بنشتغل. هي اول حاجه طب، وممكن كمان يطلع منها كيمياء، وممكن كمان يطلع منها صناعه، ما تفهمش ازاي. قال لك برديه ابرس لانها مرجع لامراض البطنه والعيون والجلد والاطراف والنساء. خد بالك من حاجه، لقيناها مرجع ان هم بيتكلموا على بعض امراض البطن وبعض امراض العيون وبعض امراض الجلد وبعض امراض الاطراف، الارجل والايدي، وكمان بعض امراض الخاصه بالسيدات او النساء، وكمان ناقشت بعض الجراحات. حلو ده. وتضم بعض المصطلحات الخاصه بالتشريح الفسيولوجي والعلاج، يعني كانت بتقول التشريح الفسيولوجي وكمان طرق للعلاج. فانا شايف انها بتتكلم عن امراض يبقى خاصه بالطب. اتكلمت عن تشريح فسيولوجي وعلاج برضه طب يا مستر. اقول لك صح، صلينا بقى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفهم يعني ايه تحليل. قلبي قلبي قلبي، تعالى اقول لك على حاجه. بص يا قلبي، اول حاجه تعريف البرديات، هنراجع كمعلومات واخش بقى نحلل حته حته ونفسر جزء جزء. بص بقى هنا قال لك ايه. قال لك البرديات فبتقول له ماده وثائقيه مكتوبه على لفائف مصنوعه من نبات البرديابانات. حلو يا مستر، انا راجل عارف ان ده التعريف بتاعها. طب هي بتفيدني؟ قال لك في كثير من جوانب الحضاره. طب كانت مصر المصدر الوحيد لورق البردي وتصدره لجميع الشعوب، زي برديه اسمها برديه ابرس. ايه اهميتها؟ اقدم مخطوطه علميه قدمتها الحضاره المصريه. طب كانت مرجع لبعض الامراض، بطنه، عيون، جلد واطراف، امراض النساء وبعض الجراحات. فيها مصطلحات فسيولوجيه خاصه بالتشريح والعلاج. طيب يلا نحلل، تعالى بقى افهمك. ابرس نفسها بتدل على تقدم المصريين في 3 مجالات. يلا قول لي. اول مجال الصناعه. خلي بالك ورق البردي ده بيصنعوه من نبات البردي اللي بينمو في نهر النيل. يبقى كلمه برديه ابرس، تقدم المصري في الصناعه، وطبعا تقدم المصري في الطب، ماشي عشان هي بتعالج بعض الامراض، وطبعا تقدم المصري القديم في علم الكيمياء. يبقى انا لخصت لك تحت اهي. بص، قال لك المصري القديم او تدل برديه ابرس على تقدم المصري في الطب والكيمياء والصناعه. طب ليه؟ عشان بتعالج الامراض. كيمياء ليه؟ عشان في تكوينات وتركيبات علاجيه، بحط جزء من العلاج على جزء اخر. طب وصناعه ليه؟ قال لك صناعه طبعا يا بطل الابطال علشان خاطر صناعه ورق البردي. وخد بالك من حاجه تانية، بتدل برضه برديه ابرس على استخدام المصري القديم ادوات الجراحه. مش شرح، مش فتح بطن الجثه او الموميا وطلع الاعضاء الداخليه بمنتهى الدقه. يبقى الراجل ده عنده ادوات جراحه طبعا. ومش محتاج اقول لك بقى بتدل على التخصص، تدل برديه ابرس على معرفه المصري القديم التخصص والتقدم العلمي. مستر، بالله عليك واحده واحده عشان ما تكعبلنيش. يعني ايه تخصص؟ حبيبي الدنيا ما كانتش زمان كلها على كلها، مش تعبان اروح للحكيم فلان، فالحكيم فلان او الطبيب فلان هو اللي يقدر يعالجني. لا، ده انا لو في بطني بتوجعني اروح لبتاع البطنه، لو عينيا بتوجعني اروح لبتاع العيون، لو جلدي، لو اطرافي، لو بعض النساء في دكاتره خاصه بالنساء. يبقى كده في تخصص عند المصري القديم. ما كانش الموضوع ماشي كده. وطبعا ورق البردي كان غالي، فدليل على ان المصري القديم عرف التخصص والتقدم. كمان دليل على التقسيم الطبقي، لان البردي غالي ما كانش بيستخدمه غير الطبقه العليا. الطبقه العليا فقط هي اللي بتستخدمه. وظهر تأثير نهر النيل في المصادر الأولية عن طريق، أقول لك نهر النيل هيظهر في المصادر الأولية ده عن طريق البرديات. عن طريق يا قلبي؟ قال لك البرديات. يبقى أنا كده ماشي بطريقة كويسة جدا جدا جدا. طيب مستر، كده عرفت تأثير النيل في المصادر الأولية وعن طريق البرديات. طيب كده مستر، أنا عايز أراجع على البرديات بس. تيجي نسمعها وناخد تحليلها؟ يلا بينا. إيه البرديات؟ مادة وثائقية مكتوبة على لفائف مصنوعة من نبات البرديابانات.
البردية بنات، منها بردية إبرس في الطب يا ولاد، في الطب يا ولاد بتعالج الأمراض، بطنة عيون وبعض الجراحات، جلد أطراف النساء، مصطلحات فسيولوجية للتشريح والعلاج. كده أنا كحفظ ممكن أحفظها بالطريقة دي. طب يلا قول لي، بردية إبرس دليل على تقدم المصري القديم في 3 مجالات: الصناعة عشان البردية مصنوعة، الطب عشان بتعالج الأمراض، الكيمياء علشان تركيبات العلاج. ممتاز. عرفتني إن المصري كان عنده تخصص، عنده ناس بيفهموا في البطنة والعيون والجراحة والأطراف والنساء. عنده كمان يا مستر تقسيم طبقي. ليه؟ قال لك عشان اللي بيستخدمها الناس الغنية، الناس اللي معاها فلوس، إنما الطبقة الوسطى والفقيرة كانت صعبة شوية. قال لك كمان فيها بعض المصطلحات الفسيولوجية. تمام. طب نوع من النيل ظهر تأثيره على المصادر الأولية؟ ما هو الورق مصنوع من نبات البردي، ونبات البردي بينمو جوه نهر النيل. عظمة يا جميل. مستر كده أنا خلصت البرديات وخلصت الآثار وخلصت النقوش الغائبة والبارزة. يلا نخش على الاستراقة. ايه الاستراقة؟ هتبص هنا تلاقيني كده صورة بالاي اي ماسك لك قطعة استراقة. مستر ده انت ماسك حتة فخارة مكسورة بس مكتوب عليها بالهيروغليفي. اقول لك صح، هو ده تعريفها. ايه الاستراقه؟ قال لك الاستراقه هي كسرات من الفخار والاحجار المكتوب عليها وتسمى شقفه. الحته دي بيسموها شقفه. يبقى يلا بينا نقولها يا شباب. عرف الاستراقه هي كسرات من الفخار والاحجار المكتوب عليها وتسمى شقفه. عظمه يا قلبي. مستر واحده واحده. تستخدم الاستراقة للكتابة بين طبقتين، بين الطبقة الفقيرة والطبقة الوسطى. الحمد لله على السلامة. ده التقسيم الطبقي. يعني ايه يا مستر؟ قال لك يعني ده بيدل على التقسيم الطبقي 100%. ليه يعني يا مستر بيدل على التقسيم الطبقي 100%؟ عشان استخدمهم طبقتين، وسطى وفقيرة. يبقى معنى كده ان في طبقة تانية اسمها الطبقة الغنية. يبقى انا عرفت من دراسة الاستراقة ان انا المجتمع المصري مقسوم ل3 طبقات. طيب ليه؟ قال لك لانها ماده متوفره، كل الناس عندها كسرات فخار، وماده غير مكلفه، وده بسبب ارتفاع اسعار ورق البردي اللي بالمناسبه لم يستخدمه الا مين بقى؟ قال لك لم يستخدم ورق البردي الا الطبقه العليا او الطبقه الغنيه. طيب تمام يا مستر. استخدامها بص بقى مختلف الحال يوميا. قال لك كانت تستخدم الاستراقه في الايصالات. خد بالك الايصال يعني انا ببعت لك فلوس بتديني ايصال من الاستراقه ده، يبقى ده جانب اقتصادي. انا ممكن الاستراقه نستخدمها في عمليه البيع والشراء، اقتصادي. تحرير الخطابات، انا بكتب جواب لامي، لابي، لاخي، لعمتي، لعمي، لاصدقائي، يبقى تحرير الخطابات ده جانب اجتماعي. طيب التدريب على الكتابه، طبعا مش محتاج اقول لك تعليمي ثقافي. ليه يا مستر؟ قال لك عشان انا بستخدمه 3 استخدامات. ايه الاستخدامات دول؟ واحد، اقول له ايصال التحرير خطابات والتدريب على الكتابه للاولاد. طيب ايه المصدر الاولي الوحيد اللي يقدر يستخدمه كل الاعمار؟ بص اكتبها لك هنا اهي، كل الاعمار. اقول له الاستراقه فقط. البرديات غاليه، مش هيدوها للعيال الصغيره يتعلموا عليها، مستحيل. يبقى بيستخدمها الطبقه العليا الغنيه. الاثار صعب جدا حد ينحت تمثال لاني عايز مهاره ودقه. النقوش مش اي حد ينقش، لازم يبقى واصل لدرجه من الفن والاتقان كبيره جدا. ولكن كل الناس ينفع تكتب ايصالات، كل الناس ينفع تكتب خطابات، والاطفال بيتعلموا على الكتابه، يبقى استخدمها كل الاعمار. يلا تاني يا قلبي عشان احنا كده مسكنا الاستراقه بص فركشناها. يلا بينا. الاستراقه شافة هي كسرات من الفخار وكمان الأحجار المكتوب عليها. استخدمها مين؟ الوسطى والفقيرة. وإيه وكده. والإيه استخدامات إيصال تحرير خطابات والكتابة للأولاد. ماشي يا قلبي. يلا نحلل. طبعا كل اللي انا عملته فوق كتبته لك تحت، انت مش ذنبك انك تشوف نقش الفراخ ده. يلا بينا يا قلبي، يلا بينا. قال لك الاستراقه حل لكل مشكله. فعلا يا مستر الاستراقه حل لكل مشكله زي مشكله غليوه وورق البردي. قال لك بعد كده لكل مشكله حل، لكل مشكله حل. تنطبق هذه المقوله على الاستراقه. لكل مشكله حل تنطبق على الاستراقه. يمكن من خلال الاستراقه التعرف على النواحي، احنا لسه قايلينها بقى، الاجتماعيه تمشي، الثقافيه تمشي، وممكن نحط اقتصاديه. مصدر اولي استخدامه كل فئات المجتمع بجميع اعماره الاستراقه. خطابات وايصالات وكتابه، تدريب على الكتابه للاولاد.
يظهر تأثير نهر النيل. نهر النيل تأثيره بيظهر فيه صناعة ورق البردي ممكن، والاستراقة من طمي النيل كمان، يعني البردي والاستراقة. مستر كده وصلنا للمصدر اللي قبل الأخير، النقود والمصكوكات. إيه بقى النقود والمصكوكات دي؟ قطع معدنية مدورة زي ما أنت شايف يا قلبي. قطع معدنية، مالها القطع دي؟ تحمل ختما من السلطة. يبقى نقول تاني، الاستراقة قطع معدنية تحمل ختما من السلطة لضمان وزنها ودرجة نقائها. يبقى أنا لو حاجة أسمعها أقول له النقود والمصكوكات. يلا مع بعض، النقود والمصكوكات قطع معدنية تحمل ختما من السلطة لضمان وزنها ودرجة نقائها. يعني أنا لو مسكت نقود ومصكوكات وما لقيتش ختم الدولة يبقى دي مغشوشة، يبقى ضمان وزنها ودرجة نقائها ده هدف اقتصادي. عايز يقول لك ان هي بتخدم هدف اقتصادي، الختم بتاع السلطة. مستر طب يعني النقود والمصكوكات ليها أهمية في دراسة الحضارات؟ هل أنا هستفاد منها في حاجة؟ قال لك هتستفاد منها يا قلبي في النقود والمصكوكات ان هي ليها اهميه في دراسه الحضارات، لانها ماده مؤرخه يمكن من خلال النقود دي تحديد العصور التاريخيه. اقدر ابص على النقود والمصكوكات، يا اما اشوف صوره الملك واعرف منه العصر، يا اما الاقي التاريخ. حاله اقتصاديه، وده بيجي لي من وزن العمله. يعني ايه يا مستر؟ او نوع المعدن. انا لو لقيت الحضاره النقود بتاعتها ذهب، حضاره غنيه، فضه متوسطه، برونز او حديد او معادن رخيصه، يبقى الحضاره فقيره. ممكن اعرف الاحداث السياسيه. الاحداث السياسيه اللي هي ايه بقى يا مستر؟ الاقي بعض الاحداث وبعض صور الملوك والحكام في تلك الفتره. ماشي. ولم تعرف بهذا المفهوم في العصر الفرعوني. ازاي بقى يا مستر؟ قال لك فراعنه يا ابني كانوا ماشيين بالمقايضه. ده انت معاك فرخه وانا معايا حته لحمه، يلا نقايض. وكلمه مقايضه يعني مبادله. عشان كده بكل قلب بقول لم تفيد النقود والمصكوكات دراسه الحضاره الفرعونيه، لان الحضاره الفرعونيه كلها قائمه على مبدا المقايده. اللهم صل على النبي. طب كل اللي انا قلته فوق انا نلاقيه تحت. مستر يلا نحلل ونفسر النقود والمصكوكات. هقول له تحمل ختما من السلطه لتحليل هدف اقتصادي، ولا يمكن استخدام النقود كمصدر لدراسه التاريخ الفرعوني، لان المصريين لم يعرفوا النقود اصلا او سك العمله. ختم من السلطه هدف اقتصادي ضمان الوزن ودرجه النقاء. عارف اعمل شبه ايه؟ شبه لما امسك 100 جنيه وارفعها عند النور كده عشان اشوف الشريط اللي هيقول لي ان دي فعلا عمله كويسه ولا عمله مزوره. قال لك لا يمكن استخدام النقود والمصكوكات كمصدر لدراسة التاريخ الفرعوني لأن المصريين قال لك لم يعرفوا سك العملة. قال لك يمكن التعرف على الحالة الاقتصادية، لسه قايلها لك فوق. قال لك من خلال نوع المعدن، الذهب والفضة، ذهب حضارة غنية، فضة متوسطة. يمكن التعرف على الحالة الثقافية، والنبي يحفظها والله ما بتطلع من الامتحانات. العملة تديك حالة ثقافية، دقة رسوم ونقوش، بيرسم كويس، نقشه كويس، يبقى حالته الثقافية كويس. قال لك يمكن التعرف على النواحي السياسيه سواء بالحكام. قال لك يمكن التعرف على الفتره الزمنيه من خلال التاريخ المدون على العمله. ولو حضرتك دققت معايا هنا تعالى لي يا قلبي، لما نترجم اللغه دي هنلاقي عندنا ارقام. الارقام دي بتدل على الفتره الزمنيه. لما يا قلبي نبص لدقه الرسوم والصور والنقوش هنعرف ان ده عندهم حاله ثقافيه كويسه. الذهب بيبقى غنيه. صورة الحاكم انا عارفه، ده الملك مش عارف مين، بتاع العصر كذا، بتاع الاحداث كذا، يبقى عرفت الاحداث السياسيه. خلي بالك بالله عليك من التحليل، عشان انت والله اول 3 دروس مدهم لك هديه، اقسم بالله هديه في المذكره، لان الباقي هنعتمد على مجهودنا انا وانت عشان لما نطلع تانية بكالوريا ما نتعبش بعض يا قلبي. مستر يلا بينا نكمل. اخر حاجه عندنا كتابات المؤرخين القدماء. بص بقى، اولا انا عندي 2. عندي مؤرخ قديم اسمه مانيتون السمنودي، وعندي مؤرخ تاني اسمه هيرودوت. مانيتون السمنودي أول مؤرخ مصري حاول كتابة تاريخ مصر. أما هيرودوت مؤرخ إغريقي يوناني يعني، زار مصر وكتب عنها كتاب اسمه تمحيص الأخبار، الذي يتكون من 9 أجزاء. خصص الجزء الثاني يتحدث عن مصر. أيوة مستر، يعني بيكتب إيه عن مصر؟ بص بقى كل حاجة: جغرافية المدن المصرية، أحداث تاريخية مرت بها، أعمال الملوك، مظاهر الحضارة. نقول تاني عشان ما يتلخبطش. يلا بينا يا أبطال.
كتابات المؤرخين القدماء. مانيتون السمنودي أول مصري يحاول دراسة التاريخ القديم. هيرودوت مؤرخ إغريقي زار مصر وكتب عنها كتابه تمحيص الأخبار، كان من 9 أجزاء. الجزء الثاني اتكلم عن مصر. اتكلم عن إيه؟ جغرافية المدن، أحداث تاريخية، أعمال ملوكها، مظاهر حضارتها. خد بالك إن هيرودوت طالما أنت ذاكرت الدرس الأول أكبر دليل عن الابتعاد عن التعصب. ليه بقى؟ واحد إغريقي يوناني نزل يتكلم عن بلدنا المصرية، وبرضه دليل على التواصل الحضاري. يلا نفسر. بص يا قلبي بقى، كتابة المؤرخين القدماء من المصادر التي تتضمن معلومات عن الطبيعة والبشر. الناس دول اتكلموا عن الطبيعة واتكلموا عن البشر. ازاي؟ ما تنساش هيرودوت، الراجل ده تكلم عن جغرافية مصر والمدن. فسيادتك لما تيجي تشوف جغرافية المدن وجغرافية مصر هتلاقي من ضمن الجغرافيا في الجبال، في الهضاب، في السهول، يبقى اتكلم عن الطبيعة واتكلم عن البشر. مانيتون السمنودي حاول تقسيم مصر إلى 30. كل كتاباته كانت باللغة اليونانية عشان هو كان في العصر أو في نهاية العصور اللي بيتكلموا فيها لغة يونانية. يمكن الاستفادة من كتابة هيرودوت أقول له في الابتعاد عن التعصب. واحد إغريقي يا سيدي بيكتب عن بلدك مصر يبقى مفيش تعصب. بص بقى يا سيدي، الناس لو اتكلم معاك عن الحضارة المصرية في فترة أبعد من حجر باليرمو، يعني فترة هتعدي ثالث ملك في الأسرة الخمسة، على طول تطلع تجري وتقول له أنا هعتمد على كتابات مانيتون وهيرودوت. أي حاجة بعيدة عن حجر باليرمو مانيتون وهيرودوت. الله ينور يا بطل. طيب مستر كده أنا خلصت المصادر الأولية، فاضل لي المصادر الثانوية، وبالمناسبة هي مش كتير، بس في طلبة يا قلبي هتقول لي يا مستر أنا مش عارفة أحفظ القصة بتاعتنا دي. بص بقى، لو أنت راجل عايز تحفظ المصادر الأولية كلها فعملت لك حاجة صغنططة كده ممكن تحفظها لنا، لأن الامتحان زي ما احنا عارفين هيبقى 50 حفظ اللي هو مقالي بيعتمد على حفظ وربط الأحداث والكلام ده كله، فلازم أكون حافظ معلومات. زمن التاريخ مش بيتحفظ بيتفهم، ولا الزمن دلوقتي احنا في زمن حفظ مع فهم مع تفسير مع تحليل مع ربط الاحداث كله. يلا بينا. مستر الراجل قال لي احفظ معانا يا بطل عشان انا سلاطين ومسيطرين، عايز احفظ كله، فاقول له المصادر الاوليه الاثار والنقوش استوراق برديات والنقود والمسقوقات وكتابات القدماء. الاثار المصدر الاساسي لدراسه الحضارات، معابد وكمان الاهرامات، تماثيل تمائم وكمان المومياوات. اما النقوش الرسوم والكتابات مدونة على المواد، خشب حجر رخام معادن وصلصال، كوش باريزان وكوش غائرة كمان، حجر باليرمو لوحة كبيرة من الديوريت، والديوريت اسود عريض طوله حوالي مترين سمكه حوالي 70، عصر عليه في منف، عليه أسماء الملوك من ما قبل الأسرات إلى 3 5، صلايتنا عمر من الشست الأخضر، عليه رسومات بارزة من الخلف والأمام، ترجع للأسرة الأولى 3200 بتصور مالك مينا بيضرب الأعداء. أما البرديات مادة وثائقية مكتوبة على لفائف مصنوعة من نبات. البردية بانت منها بردية إبريس أقدم مخطوطة علمية في الطب يا ولاد، بتعالج الأمراض بطنة عيون وبعض الجراحات جلد أطراف أمراض النساء. والله يا قلبي لو حفظت دول فأنا خلصتك من الآثار ومن النقوش ومن البرديات، يبقى لك الاستراقة والنقود والمسقوقات وكتابات القدماء. طيب مستر احنا كده الدنيا بتاعتنا لذيذة وجميلة، يلا ناخد المراجع أو الكتابات الثانوية. بص بقى يا بطل الأبطال وركز معايا حتة صغنططة جدا جدا جدا. بص يا قلبي، الراجل قال لك انا عندي المصادر الثانويه اللي هي المراجع، هي مؤلفات كتبت بعد مرور سنوات عديده من وقوع الحدث، وطبعا اعتمدت على المصادر الاوليه. ده التعريف اللي خدناه في اول الدرس. ايه مميزاتها؟ برضه خدناه في اول الدرس. متوفره وسهله الحصول عليها، وبديله عن بعض المصادر الاوليه المفقوده. ازاي بقى؟ عندي قطع اثار، القطعه دي اتدمرت، قامت حرب معينه يا شباب، او قامت حرب معينه، او قامت ثانيه واحده يا شباب بعد اذنكم. بص يا جماعه،
قامت حرب معينة أو قامت مثلًا معارك أو ثورات في بعض قطع الآثار اللي تم تدميرها. طب أنا دلوقتي عايز أشوفها، أقول لك ما بقتش موجودة، اتدمرت، أُمّال ممكن أشوفها إزاي؟ ممكن أجيب كتاب كان بيتكلم عليها وحاطط صور ليها وأشوفها وأدرسها. يبقى معنى كده إن المصادر السنوية المراجع متوفرة وسهلة الحصول عليها وبديلة عن المصادر الأولية المفقودة. طب إيه أنواعها؟ قال لك تشمل كتابات المتخصصين والباحثين الذين لم يعاصروا الأحداث التاريخية، وتشمل المؤلفات البحوثات والمقالات العلمية مثل كتابات الفلاسفة. بص بقى، عندي كتابات الفلاسفة في بلاد اليونان. بلاد اليونان كان عندهم الفلاسفة المشهورين جدا سقراط، أرسطو، أفلاطون. يبقى الفلسفة خاصة ببلاد مين؟ اليونان. وخلي بالك من حاجة، إن الفلسفة مرتبطة ببلاد اليونان فقط. طيب، كتابات الشعراء، عندي الكاتب الإغريقي اللي اسمه هوميروس. هوميروس ده يا شباب كاتب إغريقي صاحب ملحمة مشهورة جدا اسمها الإلياذة والأوديسا. الإلياذة والأوديسا يا شباب، والتي تعد مصدرا تاريخيا للمعلومات السياسية والاقتصادية والحضارية لبلاد اليونان القديم. طيب يا مستر، أنا ملاحظ إن في شاعر بيتكلم عن التاريخ، وملاحظ برضه يا مستر إن الفلاسفة تناولوا تاريخ اليونان. هو مش المفروض المؤرخ هو اللي بيتناول التاريخ؟ اقول لك برافو عليك، كده انت دماغك صاحيه. انا ما ينفعش كفيلسوف اتكلم في التاريخ، وما ينفعش كراجل شاعر اتكلم في التاريخ، لان لو ده حصل يبقى انا بربط مجالين ببعض. حلو. طب هل ده موجود؟ وده التحليل على فكره. بص قال لك ايه بقى، الراجل قال لك كتابات هوميروس دليل على ربط التاريخ بالشعر والادب. الراجل ده قال تاريخ بطريقه الشعر والادب. حلو. حلو. تتشابه كتابات الفلاسفة مع الشعراء في أنهم تناولوا تاريخ اليونان القديم. الفلاسفة اليونانيين والشعراء اليونانيين اتكلموا عن تاريخ اليونان. من الحالات التي تجعل الروايات التاريخية تتصف بالموضوعية اعتمادها على أكثر من مصدر. عايز تتأكد المعلومة مليون في المية، اعتمد على أكثر من مصدر وليس مصدر واحد. ماشي يا مستر؟ خش لي بقى على الأساطير. جزء من التراث الشعبي لا محالة، مصدر ادبي جميل. عليه يعني قال لي الاسطوره بتعكس كثيرا من صور الحياه الاجتماعيه والسياسيه. زي ايه؟ قصه ايزيس واوزوريس يا قلبي، وقصه الطوفان، وقصه الطوفان في بلاد العبيد. طبعا ايزيس واوزوريس كلنا عارفين، ايزيس واوزوريس كان عندهم اخ يمثل اله الشر واسمه الاله ست. فالاله ست كان بيحب الاستاذه ايزيس، ولكن اخوه اوزوريس كان المفروض ان هو بيحبها وهيتجوزها والقصص دي كلها، فست هيعمل مكيده. قصه جميله كده يا شباب، ممكن نقدر نسمعها. لما نسمعها نلاقي اولا هم مش الهه، لان لا اله الا الله، يبقى دي اسطوره. وطبعا لما تقرا القصه تفهم ان الراجل ده حاولوا يقتلوه كذا مره. سبحان الله، الكم مره دول ما يموتش لما يقع في النيل، وما يموتش لما يتقطع لحوالي 42 قطعه بعدد اقاليم مصر، ولكن مات لما اتجوز. لنا الله، لنا الله والله يا شباب. ما علينا. الراجل ده لما تقرا قصته هتفهم الدنيا ماشيه ازاي. بس هنا لازم تعرف ان دي قصه خياليه، عشان كده مصدر ثانوي. وكمان دي قصه الطوفان في بلاد العراق القديم. الآلهة هتغضب على البشر، فهتحب ان هي تهلك البشر عن طريق طوفان عظيم، ولكن احد الصالحين والآلهة اللي بيحبوا البشر هيقفوا جنب بعض ويحاولوا يتغلبوا على هذا الطوفان. برضه قصه عجيبه. طب يلا نحلل، يلا نحلل. ايه العامل المشترك بين حضارات الشرق؟ اقول له ايزيس واوزوريس في مصر والطوفان في العراق. يبقى الاساطير. يبقى الاساطير دي العامل المشترك بين الحضارتين. قال لك تعكس الاساطير، اقول له عادات وتقاليد المجتمعات. تتشابه ايزيس واوزوريس مع حجر باليرمو وصلاية نعرمر، مصدر لدراسة الحضارة المصرية القديمة. وخد بالك من المعلومة دي كويس قوي. تنتمي بعض الكتابات السابقة إلى زمن وقوع الحدث، ولكنها تعتمد بشكل كبير على الأسلوب الفلسفي بشكل كبير أو بلاغي أو خيالي، أكثر من اعتمادها على الكتابات التاريخية والموضوعية الدقيقة، لذلك تعد ثانوية. يعني ممكن أجيب أسطورة إيزيس وأوزوريس اللي كتبها الراجل اللي عاصر الحدث، وأنا وأنت عارفين المصدر الأولي كل ما كتب أو نقش ينتمي لزمن وقوع الحدث، بالرغم من انتماء الأساطير لزمن الحدث، ولكن أسلوب فلسفي وبلاغي خيالي، عشان كده تبقى أسطورة. وطبعا الإلياذة والأوديسا من أعظم ملاحم في العالم القديم، والإلياذة بتدور حول حصار مدينة طرادة، ودي اتعملت فيلم، والحرب التي أدت إلى سقوطها. أما الأوديسا تدور حول رحلة عودة للأمير المنتصر في الحرب والأهوال اللي واجهته، وده لسه موجود أصلا، الفيلم موجود في السينما لحد دلوقتي.
طيب مستر، كده انا راجل خلصت تفسير وتحليل، كده يا قلبي يبقى احنا نهينا مع بعض الدرس التاني فضل من عند الله عز وجل لمصادر دراسه الحضارات. تستناني بقى في فيديو حل الواجبات ودعوه جميله منك يا قلبي. اشوفكم على خير يا ابطال. دمتم سالمين، دمتم فائقين، دمتم سلاطين.